مقشر جوز الهند بالنيله الزرقاء للبشره الجافه. هذا المقشر البنات ناعم على البشره ديال الوجه، كيساعد البشره على التخلص من الجلد الميت والخلايا الميته بلا مي اغريسي، وكيعطي واحد ليكلا اللي زوين للوجه. ضروري ما تجربوه وتردوا عليا الخبر. مقشر ماشي كباقي المقشرات، مقشر غزال، المكونات ديالو طبيعيه 100%، والليفي ديالو راه ما شاء الله غزال البنات، كيغذي البشره، كينقيها بعمق، وكيعطيها واحد القلو ما شاء الله. واي حاجه درتيها مورا هذا المقشر غتخلي لك غتعطيك واحد النتيجه راه ما شاء الله، سواء ماسك طبيعي او لا ميكاب، فراه ما شاء الله. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت نتشارك معكم واحد المقشر ماشي كيف المعتاد، خطير يا البنات، ماشي بحال المقشر ديال القهوه وسكر سنيده. فهذا واحد المقشر البنات غزال بزاف بزاف بزاف. المكونات اللي فيه صراحه واعره، كتغذي البشره، كتنقيها، وكتخلي فيها واحد الكلو غزال ما شاء الله. ما عليك الا تجربيه، المكونات ديالو سهله وبسيطه. غير هو يعني كاشاره، هذا المقشر البنات صالح للبشره الجافه، صالح للبشره الجافه سواء كانت حساسه او لا، فراه صالح للبشره الجافه. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، ما عرفتش واش هذا المقشر غادي تكونوا ديجا فايت لكم عارفين ولا لا. المهم خليو لي في لي كومونتير ونبداو على بركه الله بلا ما نطولوا لا فيديو. المهم البنات غادي نحتاجوا شي بواطه فين غادي نديروا المقشر ديالنا، تكونوا ديجا غاسلينها مزيان اولا معقمينها. المهم البنات غنحتاجوا شي بواطه اللي غادي نديروا فيها المقشر ديالنا. البنات المقشر راه شي حاجه اللي غزاله بزاف، كيحيد لينا الخلايا الميته اللي كتكون متراكمه في البشره ديالنا، كيحيد لينا الدهون اللي كتكون متراكمه في البشره ديالتنا، وكيخلي اي حاجه درناها تبان زوينه وتبان نقيقيه. الا كنتي غديري الميكاب ودرتي مقشر من قبل منه، غادي يخلي لك واحد النضاره زوينه ويخلي الميكاب ديالك يبان نقي. حتى الا كنتي باغا ديري شي ماسك او وصفه طبيعيه، خصك ضروري تقشري وجهك باش هكا داك الماسك يعطي الليفي ديالو اكثر فاكثر. المهم البنات بلا ما نطول عليكم كنوضح لكم الامور وصافي. المهم شنو غادي نحتاجو في هذا المقشر؟ غادي نحتاجو هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال جوز الهند اولا الكوك. المهم البنات 2 معالق كبار ديال الكوك اولا جوز الهند. الناس نتوما راه تكونوا على درايه بالمنافع ديال جوز الهند اولا الكوك، راه شي حاجه اللي غزاله صراحه، سيرتو للبشره الجافه. المهم البنات نحتاجو 2 ديال المعالق ديال جوز الهند اولا الكوك. غادي نحتاجو كذلك البنات 2 معالق كبار من مسحوق الارز ديال الروز، 2 معالق كبار من البودره ديال الروز اولا المسحوق ديال الارز. البنات بخصوص الحبيبات ديال الارز فهما اللي كيساعدونا على التقشير، يعني دوك الحبيبات اللي كيبقاو في الروز فراه هما اللي كيساعدونا على التقشير. المهم البنات هنا 2 معالق ديال الكوك و2 معالق ديال الروز. البنات غادي نضيفوا كذلك ملعقه، واحد المعلقه صغيره من نشا الذره. هاد المعلقه البنات صغيره من نشا الذره. النشا البنات مفيده للبشره لانها كتساعد على ازاله الدهون الزائده اللي كتكون متراكمه على سطح البشره. ديروا معلقه البنات تقريبا معلقه صغيره ديال نشا الذره اولا المايزينا. كنخلطوا النواشف مع بعضياتها. هنا البنات هنايا عندي جوز الهند، بودر ديال الروز ونشا الذره. كنضيفوا ملعقه، نصف ملعقه صغيره من مسحوق النيله الزرقاء. البنات من الاحسن تشوفوا شي واحد اللي كيبيع النيله الزرقاء اللي تكون اصليه. كنضيفوا البنات تقريبا واحد راس معلقه صغيره من مسحوق النيله. وكنحركوا المكونات حتى كتجانس لي مع بعضياتها. نحركوا النواشف.
من بعد البنات كنضيفوا للخليط ديالنا ملعقه كبيره من العسل الحر. فالفوائد البنات ديال العسل الحر معروف بحيث انه كيساعد على ترطيب البشره وكيحميها من ظهور حب الشباب، لانه كيحتوي البنات على مضادات البكتيريا. المهم البنات هنايا كنضيفوا معلقه كبيره من العسل الحر. البنات اللي ما عندهمش العسل الحر تقدروا تستعملوا العسل العادي. من بعد البنات ما ضفنا ملعقه كبيره من العسل الحر، غادي نضيفوا البنات ملعقه كبيره من زيت الورد. ومن الفوائد ديال زيت الورد انه كيخفف من ظهور تجاعيد وكيرطب البشره، بحيث ان زيت الورد مضاده للاكسده وكيعاون على تفتيح البشره. المهم البنات كنضيفوا ملعقه كبيره من زيت الورد. صراحه البنات هذا المقشر غزال بزاف الفوائد ديالو غزاله. كيتكون من واحد المواد طبيعيه واللي صراحه الفعاليه ديالها زوينه بزاف. المهم البنات من بعد البنات غادي نضيفوا ليه كذلك معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو. غادي نضيفوا البنات معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو. هاد الزيوت البنات غزاله، كترطب البشره، كتغذيها، كتعطيها نضاره وكتحاربها من التجاعيد، بخصوص البنات اللي عندهم بشره جافه. المهم البنات ندير هنا واحد 2 معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. وغادي نضيف عليها كذلك حتى زيت عرق السوس. وزيت عرق السوس البنات راه خطير حتى هو كيعاون على تفتيح البشره، ومع المداومه كيبيضها وكيغذيها حتى هو بعمق. غادي نزيدو البنات زيت عرق السوس، تقريبا نيت 2 معالق كبار من زيت عرق السوس. نضيف البنات زيت عرق السوس 2 معالق كبار. نضيف الملعقه الثانيه، وغادي نضيفوا عليها البنات ملعقه كبيره من زيت ارغان. كنضيفوا البنات ملعقه كبيره من زيت ارغان، فحتى هو البنات غزال، كيغذي البشره، كيحارب الجفاف ديالها وما كيخليش التجاعيد. البنات هذه كلها زيوت طبيعيه اللي غنيه بالفوائد والمنافع. المهم البنات ضفت هنايا ملعقه من زيت الارغان. كنضيفوا البنات المقشر ديالنا بعض القطرات من الفيتامين او، باش هكا نحتفظوا بالمقشر الطبيعي ديالنا مده اللي اطول. الا كان متوفر، اكيد ما كانش متوفر تقدري تحتفظي به. كنضيفوا بعض القطرات البنات من فيتامين او، ما كنكثروش البنات لان الفيتامين او كيهيج لنا البشره. كنخلطوا البنات المكونات ديالنا. المهم البنات هذا المقشر هذا كيف ما شفنا احتاجينا فيه جوز الهند والدقيق ديال الأرز وملعقه من النشا، وكذلك ضفنا ليه بعض الزيوت بحال زيت اللوز الحلو، زيت الورد، وزيت الارغان، وقطرات من الفيتامين او. المهم البنات الا حسيتوا باللي الخليط ديالكم باقي ثقيل غادي تضيفوا ليه، زيدوا تضيفوا ليه الزيوت. نضيفوا ليه البنات الزيوت. البنات الا حسيتوا باللي الخليط ديالكم بدا كينشف تقدروا تزيدوا ليه فقط زيت اللوز الحلو. البنات هذا المقشر صراحه غزال بزاف سورتو البنات اللي بالخصوص البنات اللي عندهم بشره جافه، فراه بزاف البنات كيقشر واحد التقشير ما شاء الله بلا مي اغريسي لابو، وكيعطيها واحد القلوفن ما شاء الله. نتوما غتجربوا وتردوا عليا.
وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال مقشر جوز الهند بالنيله الزرقاء للبشره الجافه، غني بزاف البنات بالزيوت اللي كتغذي البشره واللي كترطبها بعمق وكتحارب يعني التجاعيد والشيخوخه. صراحه البنات هذا المقشر هذا غزال بزاف بزاف. البنات اللي عندهم بشره جافه استعملوا هذا المقشر وجيو ردوا عليا الخبر. بنات المقشر كنستعملو ماكسيموم كنستعملوه مره واحده في الاسبوع حتى لجوج ديال المرات وصافي هكا. تقدري موراها ديري اي ماسك، ديري الميكاب ديالك وغادي يعطيك واحد النتيجه اللي غزاله بزاف بزاف. فهكا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. الا عجبتكم لا فيديو ديالي وعجبكم المقشر ما تنساوش تخليو لي لايك وبارطاجيو، واللي عندها شي تساؤل او لا بغات شي حاجه نشاركها معكم عليكم الا تخليوها لي في لي كومونتير. بسلامه، ونتلاقاو فيديو جديد.